لن تجد أحدا يوفق في هذه الصلاة فيؤديها كما أمره الله إلا فتحت له أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة، ويفلح وينجح، وجميع مصالحه الظاهرة والباطنة في أمر دينه ودنياه، بل ليس مع نفسه بل حتى مع الناس، حتى رزقه الذي يرزق موقوف على هذه الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. حتى عصمة عن الفواحش، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أديت هذه الفريضة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشر إلى الخير، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الهوى والردى إلى مسالك أهل الرضا، وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا. أمرها عظيم، ولذلك ترى العبد الصادق في هدايته واستقامته منذ أن يدخل عليه فرض وقت الفريضة لا يعرف إلا حق الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرفه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه نصوص موجودة صحيحة صريحة، فهي أول الأمر بعد الشهادتين، وهي العمود الذي يقوم عليه دين الإنسان. فإذا كان الإنسان يعظم أمر هذه الصلاة، وكان السلف الصالح يضربون المثل في ذلك، فإذا حضرت الصلاة بمعنى دخل وقتها، فليس للموفق السعيد إلا أن يؤدي حق الله. ذكروا عن إمام أنه مكث أكثر من 20 وقال 30 سنة في حمص يصلي بأهلها لم يسه في صلاة واحدة، فقالوا له: صليت بنا هذا العمر كله ولم تسه في صلاة؟ فقال: والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. فهي حق عظيم، والناس يوعظون ويذكرون فتطأطأ الرؤوس، ولكن العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. ولذلك تجد الشيطان قعد للإنسان بالرصد في هذا الحق العظيم، ما تجد تشويشا ولا أذية ولا إلهاء ولا وسوسة مثل إذا حضرت الصلاة، لأنه يجند نفسه بكل ما يستطيع، لأنه يعلم أنه إذا استقام أمر هذه العبادة أن العبد يستقيم له أمر الدنيا والآخرة. صلاة صلة بين العبد وربه، صلاة مفتاح الخير والبركة، وقد يسجد العبد فيها سجدة فيرفع منها كيوم ولدته أمه، وقد يقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا متبذلا إلى ربه، فيكتب الله له بهذا الموقف سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نعمة عظيمة، حتى إن العبد يسكب الماء على جوارحه فتتحات الذنوب. أرأيتم لو أن نهرا جاريا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا مثل الصلوات ال5 وما يمحو الله بها من الخطايا. أما إذا قرب وضوءه فأسبغ الوضوء خرجت كل خطيئة، فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أي هذه الكرامات؟ لأنه سيقف بين يدي الله، ولأنه يريد أن يؤدي حق الله. كتبهن الله في اليوم والليلة لسعادة العبد، كتبهن الله في اليوم والليلة لرحمة العبد، كتبهن الله في اليوم والليلة وهو أغنى ما يكون عنا. نحن أحقر من أن نقف بين يدي الله، ولكن الله تكرم وتفضل أن يجعل العبد بين يديه يقول الله أكبر فيناجي ربه. فهذه الصلوات أمرها عظيم، ولذلك ينبغي للإنسان كل يوم بل في كل لحظة أن لا يتساهل مع نفسه في هذا الحق العظيم، فهي سعادة الدنيا والآخرة. الصلاة نور، وجعلها الله عز وجل نورا للعبد في دنياه، ونورا للعبد في قبره حينما يظلم عليه القبر، وهو أحوج ما يكون. ومن فزائع القبور وقوارعها وشدائدها ظلمة القبر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينور قبورنا وقبوركم وقبور والدينا والمسلمين أجمعين. فهذه القبور قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في قصة المرأة السوداء: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها،
وهذه الظلمة ما تفرج إلا بفضل الله ثم بالصلاة. الصلاة نور. فهذه الكتب من الله للخمس صلوات لأن فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة، ولذلك ينادى لها فيقال حي على الفلاح. الله أكبر. لو أن رجلا صدق في بره لوالديه فأصبح والده أعز الناس عليه، فقال له والده يا بني تعال، فإنه إذا قال تعال يستجمع كل قواه من أجل أن يجيب نداء والده، فكيف بالذي خلقه وسواه وشق سمعه وبصره وبراه وهو الله جل في علاه. يقول أقبل عبدي إلى الفلاح، والله أصدق القائلين، ولا أصدق من الله حديثا، ولا أوفى بعهدي من الله، فلن تخرج من بيتك تجيب نداء الله إلا أفلحت. ثم يختلف الناس في هذا الفلاح، فمنهم من يبلغ الدرجات العلى ومنهم من دون ذلك، ولا يظلم ربك أحد. حي على الفلاح، فنقسم بالله الذي فطر السماوات والأرض أنه فلاح الدنيا والآخرة. ولذلك لن تجد عبدا يقف بين يدي الله عز وجل في صلاته ويؤدي لهذه الصلاة حقها إلا خرج بخير ما يخرج منه العبد في هذه الدنيا. وانظر إلى العبد تجده مهموما مغموما مكروبا، حتى إنها رحمة من الله سبحانه وتعالى. تجد هموم الدنيا كلها على ظهر الإنسان وغمومه تطبق على قلبه، ويخرج من بيته إلى فريضة من فرائض الله، فوالله ما إن تطأ قدمه بيتا من بيوت الله، ويصلي مع الجماعة، فبمجرد أن يقول الله أكبر وهو يحمل هموم الدنيا إلا تبددت عنه همومه وانكشفت عنه أحزانه، وإذا به في عالم غير العالم الذي كان فيه. فبمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ويخرج من صلاته كأنه لم يكن في هم وكأنه لم يكن في غم. وهذا كله فضل من الله يدل على أن هذا الكتب لا يراد به المشقة على العباد ولا يراد به الحاجة إلى العباد، فالله أغنى ما يكون عن خلقه، ولكن يريد أن يطهرنا كما أخبر سبحانه وتعالى، يريد أن يتم نعمته علينا كما أخبر سبحانه وتعالى. فله الحمد وله المنة، ونسأل بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيننا على أن نؤدي هذا الحق العظيم على أتم الوجه. وأسعد الناس في هذه الصلاة وأعظمهم فيها أجرا من بكر وابتكر ومشى ولم يركب كما ثبت به السنة، فقام بهذا الكتب الذي كتبه الله عليه وهذه الفريضة التي فرضها الله عليه بأتم الوجوه وأكملها. من الناس من أعطاه الله الصلاة، فليس هناك عطية بعد توحيد الله أعظم من هذه العطية، فيدعى يوم القيامة من باب المصلين. أعطي الصلاة، فتجد إذا أذن المؤذن، بل منهم من يعطى أكمل من ذلك قبل أن يدخل وقت الصلاة، فتجده يتهيأ للصلاة ويحمل هم الصف الأول كيف يدركه، ويحمل هم قراءة القرآن التي ستقرأ في الصلاة كيف يخشع فيها. وهكذا لا يزال العبد يفتح الله له بابا تلو باب في صلاته حتى يتمها ويحافظ عليها أتم المحافظة، فيتم له عهد ربه أن يدخله الجنة. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فأعظم الناس أجرا فيها من بكر وابتكر، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أعظم أجرا في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أنه يريد أن يؤدي حق الله. وأعظم الناس أجرا في هذه الصلاة أخشعهم لله، فإن الناس يصلون فمنهم من يكتب له نصف الصلاة، منهم من يكتب له ثلثها، منهم من يكتب له ربعها، منهم من لا يكتب له إلا عشرها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. ولذلك يحرص الإنسان على أداء هذه الفريضة، كتبهن الله فرضهن في كل يوم وليلة، فمن حافظ عليهن المحافظة التامة على أركانها وشرائطها. كان الرجل إذا خرج إلى المسجد يريد أن يصلي مع الجماعة، فإذا وجد الجماعة قد انصرفت، في عهد السلف يعزى كما يعزى من فقد العزيز لديه،
يعزى، لأنه ما فاتته هذه الصلاة إلا بسبب ذنب، فيحتقر نفسه. من يريد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر إلى هذه الصلوات الخمس، سنن الهدى ومقامات الرضا وجامعة الخير في الدنيا والآخرة. فلذلك هذا الكتب الذي فرضه الله على عباده، وهذه المحافظة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي من أجلها خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولن تجد عبدا يقيم لله عز وجل هذا الحق إلا أدخله الله الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا سيدخل جنة الآخرة ويعيش في الدنيا في جنة قبل جنة الآخرة. ولذلك تجد المصلين أخشع الناس قلبا، وتجد المصلين أكثرهم طمأنينة، وتجد المصلين أكثر الناس أمنا وثباتا، حتى إن قول الإنسان يسدد بصلاته. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة صلاة بالليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. المقصود أن الله كتب هذه الصلوات وهو أغنى ما يكون عنا، ونحن أفقر ما نكون إليه، والفضل كله له. فإذا وفقت لهذه الصلوات فهذه نعمة لا تساويها نعمة بعد نعمة الشهادتين، أن يوفق العبد لأداء هذه الصلوات كما أمره الله جل وعلا. مما يوصى به أن الإنسان دائما يتفقد نفسه في الصلوات، فإن وجد أنه قصر في فرائضها سعى لتكميل التقصير، قصر في شرائطها سعى لتكميل تقصيره، فإن وجد أنه قصر في خشوعها سعى لتكميل هذا النقص. فإذا هذا الكتب يسعى الإنسان في أدائه على أتم الوجوه وأكملها. وإنك والله لتعجب أن ترى بعض العامة يصيبون من الخير ما لا يصيبه الخاصة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أفراد الصحابة بالخير والبركة والمغفرة والرضا، وبجوارها أبو بكر وعمر، وهذه أبواب الخير. فإذا تنافس الإنسان مع غيره في أدائها على أتم الوجوه وحافظ عليها كما أمر الله، عبر بالمحافظة، ما قال فمن صلاهن، قال من حافظ عليهن، معناه من حافظ. الشيء الذي يحفظ ما هو؟ الشيء الذي يخاف عليه السرقة، يخاف عليه الضياع. السرقة يسرق الإنسان من صلاته لأن الشيطان له بالرصد، يخاف عليه الضياع لأن النفس هائمة تائهة حائرة إلا أن يرشدها الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا. فاسأل الله أن يهديك كيف تحافظ على الصلوات. فمن هنا يبدأ الإنسان، ويبدأ أهلك وولدك تحاسبهم. ولذلك تجد الإنسان يقف على ولده الساعات حتى يقوم ليصلي مع الناس، مع الجماعة، ويقف مع أخيه ويأمر بها ويحبها. وإذا رأى أحدا لا يصلي وقف عليه ونصحه وذكره، لا يحافظ عليها فقط بل أيضا يبث هذا الخير إلى غيره. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا؟ تأمرون بالمعروف. أعظم المعروف بعد التوحيد الأمر بالصلاة. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا المحافظة عليها، وأن يبارك لنا في ذلك، وأن يرزقنا فيه الإخلاص لوجهه. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يضيع الإنسان هذه الصلوات يقصر في طهارتها، فإن شاء الله عذبه فبعدله، وإن شاء غفر له فبفضله.